مدينة FM. في سياق متصل، يشهد ملف الصحراء المغربية في الآونة الأخيرة زخما دبلوماسيا متواصلا تجسد في تزايد عدد الدول التي عبرت عن دعمها الصريح لمغربية الصحراء. وفي هذا الإطار جددت كوت ديفوار التأكيد على موقفها الثابت والراسخ بشأن الوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب المباحثات التي أجراها اليوم بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مع وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا التي تقوم بأول زيارة عمل للمملكة. ومن جهة أخرى جدد وزير الشؤون الخارجية لكومنولث دومينيكا فينيس هندرسون اليوم التأكيد على الدعم الثابت للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. وتم التعبير عن هذا الموقف أثناء لقاء صحفي عقده هندرسون عقب مباحثاته بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. نستمع بهذا الخصوص لما قاله المحلل السياسي رضوان جاخة في تصريح خاص به إذاعة مدينة FM. أكيد إذا تحدثنا بشكل مختصر عن الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، نلاحظ تمظهرات هذا النجاح الدبلوماسي الكبير جدا خلال هذين العقدين. ومن أهم هذه الانتصارات الدبلوماسية مواقف الاتحاد الأوروبي سواء كمؤسسة أو من خلال الشراكات الثنائية تجمع المملكة المغربية بإسبانيا، ألمانيا، فرنسا، مؤخرا من خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي وقرب زيارة جلالة الملك إلى فرنسا من أجل إبرام معاهدة ومصادقة تاريخية بين البلدين. كذلك إذا تحدثنا عن العلاقات المغربية الأمريكية وكذلك عبر أمريكا الجنوبية والشمالية من خلال الزخم الدبلوماسي الكبير بفضل الرؤية الملكية الحكيمة. كذلك على مستوى القارة الإفريقية لا ننسى بأن 40% من دول الاتحاد الإفريقي فتحت قنصليات لها بأقاليم الصحراء المغربية سواء بمدينة الدخلة أو العيون المغربيتين. كذلك هذا المسار والزخم والتأثير الجيوستراتيجي للمغرب على مستوى القارة الإفريقية باعتبار أن المغرب يعتبر بوابة القارية للتنمية الإقليمية بمختلف أبعادها وتمظهراتها وقطاعاتها. كذلك ننسى العلاقات التاريخية تجمع المملكة المغربية بدول الخليج العربي وبمجموعة من أقطاب آسيا الشرقية على غرار اليابان والصين، وبالتالي فهي كلها تؤكد على هذا الزخم الدبلوماسي الكبير بقيادة جلالة الملك وعلى هذه الحكمة والحنكة وخارطة الطريق التي وضع ملامحها ملكنا الحكيم والتي أعطت لنا هذه الثمار والتمظهرات والانتصارات الدبلوماسية الكبيرة جدا في أفق إن شاء الله حالة هذا النزاع الإقليمي مفتعل في أقرب الآجال مع الإشراف الأمريكي والأمم المتحدة من خلال مشاورات ومباحثات ومفاوضات التي تجمع الأطراف الأربعة في إطار تنزيل قرار مجلس الأمن التاريخي 2797.